بيبدأ الفيلم مع ماري وهي بتمارس رياضة الجري في الغابة، وبتفضل ماري تجري لحد ما بتوصل عند المقابر. بتقف وبتفضل تبص حواليها وكأنها بتدور على حاجة معينة، وفي الوقت ده بيظهر إن في حد مستخبي بين الأشجار، وبيظهر إن هو بيراقب ماري وبيصورها. ولكن ماري بتشوفه وبتخاف منه وبتجري بسرعة من المكان، فبيجري وراها الشخص ده وبيظهر إن هو عاوز يمسكها. فبتحاول ماري تجري منه بكل سرعتها علشان تهرب منه، ولكن الشخص ده بيلحقها وبيوقعها على الارض، وبعدها بيسحبها وبيكون ماسك في ايده حقنه، وبيكون عايز يحقن ماري بيها ويخدرها علشان يخطفها. ولكن ماري بتطلع البخاخه وبترش رذاذ على وشه، فبيتألم الشخص ده وبيطلع السكينه وبيحاول ان هو يضرب ماري بيها. ولكن ماري بتتفادى كل ضرباته وبتهرب منه بسرعه، وبتجري لحد ما بتوصل لعربيتها وبتفتح باب العربيه علشان تركبها وتهرب. وساعتها المجرم ده بيحصلها وبيلحقها قبل ما تركب العربية، ولكن ماري بتحقنه في رجله بمادة مخدرة، فبيفقد الشخص ده وعيه وبيقع على الأرض. وبعدها ماري بتركب عربيتها وبتمشي من المكان بسرعة، وبتسوق ماري عربيتها بسرعة كبيرة لحد ما بتوصل بيتها. وهناك بتدخل الجراج وبتنزل من العربية وبتطلع بيتها وبتفتح القفل الإلكتروني ببصمة إيديها. وأول ما بتدخل ماري للبيت بتكون متوترة وخايفة، وفي اللحظة دي بتفتكر ماري ذكرى ليها من 3 سنين فاتوا، وبتكون ماري مع جوزها روب وبنتها كيلي. وبيظهر ان كيلي بتعاني من إصابة معينة، والإصابة دي بتخليها ما تقدرش تمشي على رجليها بشكل طبيعي. وبتكون ماري عاملة مفاجأة لكيلي، وهي انهم هيعيشوا في البيت ده اللي كله بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، وده علشان تخلي الحياة اسهل على كيلي وتقدر تتحرك في البيت براحتها. وبنعرف هنا ان ماري بتشتغل مهندسة، وان هي مهندسة شاطرة جدا في شغلها. وبتفرح كيلي بالبيت جدا، وبتفرح اكتر لما ماري بتقول لها ان هي هتقدر تتحكم في كل حاجة في البيت، وده من خلال تطبيق بيكون موجود في الساعة الذكية اللي في ايديها. وفي الوقت الحالي بتفوق ماري من ذكرياتها وبتروح على غرفة بيكون فيها شاشات مراقبة لكل مكان في البيت. وفي الوقت ده بنفهم ان ماري خطفت الشخص اللي كان بيطاردها، وساعتها بيخرج الشخص ده من شنطة العربية وبيلاقي نفسه محبوس في الجراج، فبيبدأ يدور في الجراج على اي باب علشان يخرج منه، وبيكتشف ان الابواب كلها مقفولة ما عدا باب واحد، فبيفتحه وبيلاقي سلم وراه، فبينزل من على السلم لحد ما بيوصل للقبو، واللي بتكون جدرانه كلها عليها صفحات من الجرايد، وبيكون عليها كمان صور لثلاث بنات ماتوا. وبنعرف هنا ان الشخص ده مجرم خطير جدا واسمه ديابلو، وان هو اللي قتل الثلاث بنات دول. ولكن الشرطة ما قدرتش تقبض عليه لان هو ما سابش اي دليل وراه. وبيكون واضح ان ديابلو ده مختل عقليا، وده لانه بيفضل يبص للصور وهو مبسوط. وفي اللحظة دي ماري بتشغل الشاشة اللي في القبو وبتعرض عليها تسجيل لنشرة الأخبار، وبيشوف ديابلو المذيع وهو بيقول إن الشرطة لقت جثث ضحايا ديابلو في أماكن مختلفة، وإن التحقيقات بتقول إن ديابلو بيخدر ضحاياه وبعدها بيخطفهم وبيعذبهم قبل ما يولع فيهم ويموتهم. ده غير إن الشرطة لقت جثة من ضحايا ديابلو لسانها مقطوع ومحطوط في علبة جنب جثتها. وبعدها بتظهر سيلينا رئيسة فريق التحقيقات وبتقول للصحافة إن ديابلو بيختار ضحاياه طبقا لمواصفات معينة، وهي إن الضحية لازم تكون أنثى ويكون شعرها طويل. وفي الوقت ده بتكون ماري شايفة ديابلو على الشاشات وبتفتح الملف بتاعه وبتتكلم معاه من خلال الميكروفون، وبتقوله إن هو كان بيستخدم هويات مزيفة أثناء ارتكاب جرايمه. ده غير إن هو بيقتل البنات اللي بيكون فيهم شبه من أمه. وبتتفاجئ ماري إن ديابلو بيرد عليها وبيشاور لها في الكاميرا وبيقول لها إن هو هيعذبها قبل ما يقتلها. وساعتها بيشوف ديابلو مفتاح متعلق على الجدار، فبياخده وبيفتح الباب اللي قدامه، فبيلاقي نفسه جوه غرفة بيكون متعلق فيها سلسلة في السقف وبيكون فيها صور الثلاث ضحايا جوه أقفاص صغيرة. فبيفتكر ديابلو ساعتها ضحاياه وهو حابسهم في الأقفاص وبيعذبهم، وبيفوق من ذكرياته وبيقرب من السلسلة. وبنعرف هنا إن السلسلة دي تبقى هي سلسلة ديابلو لما كان طفل. وأول ما ديابلو بيمسك السلسلة بتيجي في باله ذكرى سيئة مع أمه، وبيظهر فيها إن أمه بتشتمه وبتضربه وبتقوله إن هي نفسها إن هو يموت قبل ما يبقى مجرم زي أبوه. وبعدها بيفوق ديابلو من ذكرياته وبياخد السلسلة، ولكنه بيلاقي فيها مفتاح تاني. وفي اللحظة دي ماري بتشغل شاشة تانية في القبو وبيظهر فيها أخت واحدة من الضحايا، واللي بتكون حزينة جدا بسبب موت أختها، وبتقول لديابلو إن أكيد هيجي يوم وحد هيلاقيه وهيخليه يدفع تمن جرايمه اللي هو ارتكبها. وساعتها بتفتكر ماري اليوم اللي هي قالت فيه لبنتها إن هي هتعمل عملية جراحية، وقالت لها إن هي اتفقت مع جراح كبير هيعمل لها العملية.
العملية، وطمنتها ان هي بعد العملية هتقدر تمشي على رجليها. وفرحت كيلي ساعتها وحضنت امها وشكرتها. وبتفوق ماري من ذكرياتها على ديابلو وهو بيستخدم المفتاح اللي معاه وبيفتح بيه باب اوضة تانية في القبر. والمرة دي ديابلو بيلاقي نفسه جوه اوضة ضيقة وبيكون فيها مواسير بيخرج منها بخار سخن. فبتتكلم ماري معاه وبتفكره ان الضحية رقم 2 هربت منه، ولكنها ماتت في مكان مليان مواسير فيها بخار زي المكان ده. فبيهرب ديابلو من الغرفة دي بسرعة وبيدخل من فتحة صغيرة في جدار الغرفة، وبعدها الفتحة دي بتتقفل وبيلاقي نفسه جوه زنزانة صغيرة وبيشوف قدامه تمثال صغير فبيقرب منه. وبيكتشف ديابلو ان التمثال ده هو نفس التمثال اللي موجود على قبر امه. وفجأة بتخرج نار شديدة من فتحات في ارضية الزنزانة، فبيتحرك ديابلو بسرعة علشان يتفاداها. وساعتها بيشوف ديابلو غطا حديد تحت الترابيزة اللي عليها التمثال، فبيفهم ان اللي تحت الغطا ده فتحة ممكن يهرب منها. فبيجري بسرعة وبينزل تحت الترابيزة وبيفتح الغطا وبيقع جوه غرفة تانية تحت الزنزانة. وفي الوقت ده جارة ماري اللي اسمها جياو بتتصل بيها وبتقول لها ان في بريد وصل لها. فبتقول لها ماري ان هي مشغولة ومش فاضية، ولكن جياو بتصمم ان ماري تخرج وتتكلم معاها. وبتقول لها ان هي بقالها فترة طويلة بتتصرف تصرفات غريبة ودايما بتحبس نفسها في البيت وما بتخرجش نهائي. وبتقول لها ان هي خايفة وقلقانة عليها، وبتعرفها ان هي لو ما خرجتش دلوقتي هتتصل بالشرطة. ولكن ماري بتتجاهلها وما بتردش عليها وبتنهي المكالمة. فبتتعصب جياو وبتتصل بالطوارئ وبتقول لهم ان هي شاكة في تصرفات جارتها، لكنها بتتفاجئ ان الموظفة بتقول لها ان هي من الاشخاص المزعجين، وده لان هي دايما بتتصل بيهم لاسباب تافهة ومش مهمة. وعلشان كده الموظفة مش بتهتم ببلاغ جياو وبتنهي المكالمة. وبعدها ماري بتكون متوترة بسبب مكالمة جياو وبتروح تقف قدام صورة بنتها. وبنرجع بالزمن لورا وبيظهر ان كيلي عملت العملية وبتقدر تمشي على رجليها بشكل طبيعي. ووقتها كيلي بتخرج علشان تتمشى لأول مرة من غير ما تستخدم العكاز، وبتكون متحمسة جدا لدرجة ان هي بترفض ان امها تخرج معاها وبتقول لها ان هي خلاص تقدر تعتمد على نفسها. وبالليل بيكون رجالة الشرطة حوالين مكان معين حصلت فيه جريمة قتل، وساعتها بتيجي ماري وهي منهارة وبتكون عايزة تدخل للمكان ده ولكن الشرطة بتمنعها. وبنعرف هنا ان كيلي بنت ماري اتقتلت، وان اللي قتلها هو المجرم اللي قتل ال3 بنات اللي قبلها، وده لان كيلي ماتت بنفس الطريقة اللي مات بيها ال3 بنات. وتاني يوم بتكون ماري في مكتب سيلينا رئيسة التحقيقات، وبيظهر ان سيلينا متعاطفة مع ماري جدا، وعلشان كده بتوريها ملف التحقيق الخاص بقضية ديابلو. وساعتها بتلاقي ماري جوه الملف ده حاجة مهمة، وهي تركيبة المخدر اللي بيستخدمها ديابلو في تخدير ضحاياه. وبالليل ماري بتقابل تاجر ممنوعات وبتشتري منه كمية كبيرة من نفس المخدر اللي ديابلو بيستخدمه. وفي الوقت الحالي ماري بتشوف ديابلو وبيكون بيحاول يخرج من الزنزانة من الفتحة اللي في السقف، ولكنه بيتعلق في الفتحة وما بيعرفش يتحرك. فبتروح ماري وبتجيب مادة مخدرة وبتحطها في حقنة، وده علشان تحقن ديابلو وتخدره وتقدر تخرجه من الفتحة اللي هو اتعلق فيها. وبعدها بتنزل ماري للقبو وبتروح عند ديابلو، وبيظهر ان ديابلو كان بيمثل ان هو اتعلق علشان يستدرج ماري. وقبل ما تحقنه ماري بالمخدر بينزل من الفتحة اللي هو متعلق فيها وبيهجم على ماري وبيسيطر عليها، وبيحاول ان هو يحقنها بالمخدر اللي معاها. ولكن ماري بيكون معاها حقنة تانية فيها نفس المخدر وبتحقن بيها ديابلو في نفس اللحظة اللي هو بيحقنها فيها بالمخدر. وبيقع ديابلو جنب ماري على الارض وهو تحت تأثير المخدر. وساعتها ماري بتشغل تايمر الساعة اللي في ايديها، وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف ماري على سريرها بعد ما حقنت نفسها بالمخدر، وده لان هي بتكون عايزة تعرف تأثير المخدر ده، وكمان عايزة تعرف الوقت اللي بيفضل فيه المخدر جوه جسمها. ووقتها بتكتشف ماري ان هي بتفضل لمدة 40 دقيقة تحت تأثير المخدر. وتاني يوم بتروح ماري لسيلينا وبتتكلم معاها بخصوص ديابلو، وساعتها سيلينا بتخرج علشان تتكلم مع حد من زمايلها. فبتستغل ماري الفرصة وبتحط فلاشة في الكمبيوتر بتاع سيلينا، وده علشان تقدر تخترق الجهاز في اي وقت. وبتدور ماري في مكتب سيلينا لحد ما بتلاقي بطاقة هويتها، فبتاخدها وبتحطها في جيبها بسرعة من غير ما حد ياخد باله منها. وبالليل بتشغل ماري الفلاشة على الكمبيوتر بتاعها وبتقدر توصل لكل المعلومات اللي موجودة عند الشرطة عن ديابلو. وتاني يوم بتنتحل ماري صفة سيلينا وبتروح على قسم الارشيف في مركز الشرطة، وبتقدر ان هي تخدع الموظف اللي هناك وبتدخل الارشيف وبتبدأ تدور على ملف ديابلو لحد ما بتلاقيه، وبتطلع منه الخرايط اللي موجودة جواه وبتقدر ان هي توصل لمكانه. ولكن لما ماري بتروح المكان ده
بتكتشف انه مكان قبر ام ديابلو، ووقتها ماري بتلاقي السلسلة بتاعة ديابلو متعلقة على التمثال اللي موجود على القبر. وفي اليوم اللي بعده بتظهر ماري في مقابلة في التلفزيون وبتفضل تشتم في ديابلو وبتستفزه علشان يطاردها. وفي الوقت الحالي تأثير المخدر بيبدأ يقل في جسم ماري، فبتتحرك بسرعة وبتمسك الخنجر وبتحاول ان هي تقتل ديابلو، ولكنها بتتفاجئ ان ديابلو بيقدر يتحرك هو كمان وبيتفادى ضربتها وبياخد منها الخنجر، فبتوقعه ماري على الارض وبتهرب من الغرفة. ومع ان ماري بتتحرك بصعوبة بسبب تأثير المخدر الا ان هي بتقدر توصل لباب القبو، ولكن قبل ما بتخرج من القبو بتلاقي ديابلو وراها وبيلحقها قبل ما تقفل الباب عليه. وساعتها ديابلو بيزق ماري وبيخرج وراها، فبتشتبك ماري مع ديابلو في خناقة جامدة. وبيظهر ان ماري عندها مهارات قتالية عالية، وده لان هي بتضرب ديابلو ضربات قوية جدا. وفي اللحظة دي بيكون روب مع سيلينا قدام البيت، وبنعرف هنا ان جياو اتصلت بروب وعرفته ان ماري قافلة على نفسها ومش بترد عليها. وبعدها روب اتصل على سيلينا وحكى لها على اللي حصل، وساعتها بتقرب سيلينا ناحية الباب وبترن الجرس. واول ما ماري بتسمع الجرس بتاع الباب بتجري على القفل الالكتروني وبتحط ايديها عليه وبتفتح الباب لسيلينا. وساعتها ديابلو بيهجم على ماري وبيضربها وبيسيطر عليها، ولكنه بيلاقي سيلينا قدامه وبترفع عليه السلاح، فبيرمي عليها ماري وبيقعوا كلهم على الارض. فبتتحرك ماري بسرعة وبتمسك الخنجر علشان تطعن ديابلو، ولكن ديابلو بيمسك ايديها وبيخليها تطعن سيلينا، وبيمسك مسدس سيلينا وبيحاول يضرب ماري، ولكن ماري بتاخد منه المسدس وبتفضل تضربه على دماغه لحد ما بيغمى عليه. وفي اللحظة دي بيدخل روب عليهم وبيتصدم من اللي هو بيشوفه، فبتطلب منه ماري ان هو يحط ايده على جرح سيلينا. وبعدها سيلينا بتتصل بمركز الشرطة وبتعرفهم باللي حصل. وفي نفس الوقت ده ماري بتربط ديابلو وبتسحبه وبتنزل بيه على القبر، وهناك بتحطه على السرير وبتربطه فيه. وبعدها ديابلو بيفوق وبيلاقي قدامه شاشة عرض، فبتقول له ماري ان هي عرفت ان هو قتل امه، وده لان هي راجعت كل ملفاته النفسية وتاريخ مرضه. وبتقول له كمان ان هو ورث مرضه النفسي عن ابوه، وبتشرح له ان هي قدرت توصل لحاجة الشرطة ما قدرتش توصل لها، وهي ان ديابلو بيحب يستخبى عند المقابر، وعلشان كده هي ظهرت في التلفزيون وشتمته علشان تثير غضبه. وبعدها فضلت تروح عند المقابر كل يوم لحد ما جه اليوم اللي هي استدرجته فيه وقدرت تقبض عليه. وبعدها ماري بتقول له ان هي هتموته بنفس الطريقة اللي موت بيها بنتها، وبتقرب منه وبتمسك لسانه وبتقطعه، وبعدها بتدلق بنزين على جسمه كله وبتولع فيه، وبتسيبه ماري وبتخرج بعد ما انتقمت لبنتها. وبترجع ماري لسيرينا وروب وبتقول لهم ان هي قتلت ديابلو. وساعتها بتوصل قوات الشرطة وبتقول لهم سيلينا ان ديابلو هجم على ماري وان هي حاولت تدافع عنها، ولكن ديابلو طعنها وهرب. وفي اليوم اللي بعده بتذيع نشرات الاخبار خبر موت ديابلو في ظروف غامضة، وان في اشاعات بتقول ان واحدة من امهات الضحايا هي اللي انتقمت منه وقتلته. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.